ويا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. وبرشلونة بتعيد على جماهيرها كده بعيدية جميلة كده، عيدية عبارة عن 4 أهداف وصدارة وحاجة كده منتهى الجمال والشياكة. فوز كبير كالعادة من برشلونة على جيرونا، ولكن المرة دي فوز مختلف شوية. ليه؟ لأن المباراة ديت كان موجود أو كان غايب عنها 2 من أقوى هجومها السنة دي، ألا وهما أول واحد داني أولمو اللي هو متصاب، تاني واحد الراجل اللي هما بيقولوا عليه إن هو بينافس يعني على الكرة الذهبية. مش عارف هما بيقولوا كده إزاي، ولكن والله ممكن، يعني ممكن تحصل جدا. فانا الصراحه استغربت النتيجه الكبيره ديت 4-1 رغم غياب الاثنين دول في الهجوم، وتحس ان التشكيله كده كان فيها حاجه مريبه. يعني انت مثلا عندك كان بيلعب جافي جناح شمال او اقرب ان هو يكون جناح شمال، وكان حاطط ايريك جارسيا في مركز رقم 6 اللي هو مركز اصلا جافي. مباراه فليك قدرها بشكل حلو قوي. وفي نقطه كده جديده ظهرت في برشلونه، ان برشلونه الكره ما كانتش بتتقطع منه. يعني اول ما الكره تتقطع من برشلونه مفيش 5 ثواني او 7 8 ثواني وتلاقي برشلونه جاب الكره تاني، لدرجه ان انا نسيت شكل الحارس بتاع برشلونه اللي هو تشيزني. انا ما كنتش متاكد يا جدعان هل هو فعلا اللي كان بيلعب ولا كان في حارس تاني. ما شفناش تشيزني اصلا. الاسترجاع بتاع برشلونه للكره كان غريب جدا الماتش دوت ومرعب. فلاعيبه برشلونه عملت ماتش كبير النهارده، وخصوصا لامين يامال الراجل اللي هو كان تقريبا هيلعب الماتش دوت ويروح يفطر مع جدته. الراجل بيصوم في رمضان ومصمم ان هو يصوم في رمضان، وبعد كده راجل اسري كده، يعني ابوه مربيه على اصول. بعد ما بيلعب الماتش ولا بيتمرن الراجل بيروح بيفطر مع جدته. فحاجه كده منتهى الجمال. ورغم الصيام ورغم كل اللي هو فيه دوت ورغم رمضان، الراجل كان مقدم اداء توب. الراجل بيعمل كل حاجه زي ما هي في الايام العاديه، اللي هو انت ازاي يا ابني كده مش عارف. ولكن هو اداؤه كان توب النهارده، سواء باصات سواء كرات مفتاحيه سواء سبرنتات، كل حاجه، سواء كور في العرض، بيعمل كل حاجه الا ان هو يسجل. طب يعني هو بيسجل بس قليل، طب ليه؟ ولكن لما اجي افكر كده بقول على فكره الراجل دوت بالكيرف اللي هو ماشي بيه ده هيجي عليه وقت ويسجل كميه اهداف لا تعد ولا تحصى، وهو ماشي كده بالكيرف المعقول جدا. يعني الراجل ده كمان 2-3 بالكتير هيسجل فوق ال 40 هدف في الموسم. ويعني ويعلموا على كلامي دوت، او خدوا بقى سكرين شوتات او خدوا مقتطفات من الفيديوهات دي. وكل الماتش دوت كوم، والكره اللي هو جابها في العارضه دي كوم تاني لحد دلوقتي لسه عامله لي صداع. راجل بام في الكوره كده في السوكه، في الحته اللي هي عارف انت العارضه بتبقى كده، هو جابها في النص بالظبط في قلب الحته اللي هي التقاطع العارضه مع القائم. مش بس هو اللي تالق النهارده، كمان ليفاندوفسكي الراجل بيعمل اللي عليه، حتى لو اداؤه بالنسبه لك عادي او اقل من العادي، بس الراجل هو رقم 9 بيجيب اجوان، جاب بدل الجون 2. عشان بس الناس اللي بتقول لك عليه ان هو اصل كبر، اصل يا باشا. يعني عشان نقفل بس الحوار دوت، الراجل ده الرقم 9 بيجيب اجوان، ملوش اي 30 لازمه غير ان هو يجيب اجوان فقط عشان يبقى على الترتيب واول ترتيب صداره الهدافين في الدوري الاسباني برصيد 25 هدف، وكيليان امبابي 22 بس. كيليان امبابي كل ماتش عمال يجيب جونين جونين جونين. فجاه الراجل قال لك بص انت قاعد براحتك، ولكن بص صداره الهدافين السنه دي شكلها او مش شكلها هي بتاعت. وعشان يقود برشلونه للصداره بفرق 3 نقط عن ريال مدريد، وهي ديت العيديه اللي برشلونه اديتها لكل محبينها في الوطن العربي والناس المسلمه كلها. حتى الجوله 29 برشلونه المتصدر، وتقريبا فاضل 7 جولات على انتهاء الدوري دوت، وهنشوف هل برشلونه هيتنازل عن الصداره ولا ايه اللي هيحصل. ونخش بقى على ابننا التاني اللي مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وكاس الاتحاد، مش الدوري الانجليزي بس، مرموش. يعني عتاب الوحيد بس بالنسبه لبيب جوارديولا، باشا صباح الفل. هو انت منزل دي بروين، طبعا دي بروين ده قيمه وقامه، ولكن دي بروين كبير. الراجل دوت بينزل اخر نص ساعه او يلعب نص ساعه ويطلع، فالنص ساعه دي هتبقى في اخر الماتش. فانت منزل دي بروين وماشي يعني. طب ما بينزل جندوجان ليه؟ الراجل برضه كبير. طب منزل برناردو سيلفا ليه؟ الراجل يعني اكيد مرموش انت جايبه عشان هو اعلى من الناس دي، فانت المفروض تحطه. ليه بتحطه كده على الدكه وتقعده وتنزله عشان هالاند اتصاب؟ طب ليه يا ابن الحلال ليه؟ الراجل يعني ده الراجل من كتر ما هو فاير، هالاند طلع في الدقيقه 61، الراجل في الدقيقه 63 جاب جون، وجاب لك مش اي جون، ده جون النصر، جون التقدم عشان الماتش يخلص 2-1. والراجل يقول لك انا بلم لك الماتش عم بيب جوارديولا. يعني ده انت بيب جوارديولا يا جدعان، اقسم بالله اللي كان شايفه في الشوط الاول الراجل عليه هم وكآبه. يعني ايه ده يا ابني ده ليه بتعمل في نفسك؟ ما تنزل مرموش الدنيا هتسلك معاه. ولكن ما علينا، مش مشكله. مرموش لم الدنيا ورا بيب جوارديولا وشال الهم والحزن والكآبه اللي كانت موجوده عليه من اول الشوط الاول، من اول الدقيقه 60.
تمام. بس في حاجه، بس يا ريته ما كان يتاهل بيب جوارديولا. ليه؟ لان هو هيقابل البعبع نونو سانتو. يعني هو اسمه نونو بس هو بعبع. الراجل السنه دي فشخ الدنيا في انجلترا كلها، سواء في دوري او كاس. الراجل في الدوري محقق المركز الثالث يا جدعان، مركز ثالث وانت بتلعب مع نوتنجهام. انا اقسم بالله العظيم ما عارف الراجل ده وصل لهنا ازاي، ولكن اللي انا اعرفه ان الراجل ده فشيخ، الراجل ده جامد فشخوله. تمام. طب في النص النهائي يعني هو تقريبا الفرق اللي موجوده كلها في الكاس هو فشخ. فيعني انا دلوقتي تاهلت، انا كنونو سانتو تاهلت للنص النهائي وهقابل السيتي اللي انا اصلا فشخه. فلا صباح الفل. فانت يا بيب جوارديولا يعني اعتقد بشده كبيره او بنسبه كبيره ان انت يعني للاسف هتزعل وهتطلع بموسم صفري. ليه؟ ان انت الاقدار وقعتك مع نونو سانتو في الكاس، اللي البطوله الوحيده اللي انت بتنافس عليها. ولكن خلينا نكون متفائلين شويتين ثلاثه ونقول ان شاء الله ابننا مرموش هيلم الدنيا برضه اللي بيب جوارديولا، وهيعدي من نوتنجهام وهيوصل لنهائي ان شاء الله. وكل خوفي بقى على بيب جوارديولا ان الراجل بيلعب دلوقتي من غير اللاعب رقم واحد معاه في التشكيله. ما اعرفش الاصابه بتاعته هتوديه لكام ماتش او كام اسبوع ان هو يقعد فيه. اتمنى ان هي ما تطولش، وانا بتكلم اكيد عن هالاند. الراجل اللي اتصاب اصابه ما اعتقدش انها تبقى قويه قوي. بس كده واخر ولا سخر الكلام معاكم زيكا. وقبل بقى ما اختم واقول كل حاجه هقول لكم حاجه واحده بس. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله عيد سعيد عليكم، وافرحوا واتبسطوا الاتنين مع بعض يعني. ده عيد، افرحوا. حتى لو انت عندك حاجه مضايقاك او مزعلاك فلا انكر الحاجه دي على جنب شويه وافرح واتبسط. ليه؟ لان ربنا اللي امرنا ان احنا نفرح ونتبسط في الايام دي. تاني حاجه ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في غزه. اكيد يعني الناس بتصحى الصبح كده على العيد على ضرب نار، فلازم يعني ندعم حتى لو بقلبنا او بدعائنا الناس دي. وبس. واخر ولا سخانه كان معاكم زيكا. لو لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب. لو لسه مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي كل حاجه هناك، هتلاقي حاجات حلوه كتير قوي. تعالى. سلام.